ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب نكون بخير باذن الله. النهارده باذن الله هنعمل فراخ ولوبيا ورز بشعريه وكنافه ان شاء الله باذن الله جنبها. احنا نقعين دلوقتي الفراخ في ميه بملح بليمون. غسلنا الفراخ بعد ما نقعناها وغسلناها حلو من الدقيق والملح والليمون وكل حاجة زي الفل لحضراتكم زي ما انتوا شايفين كده. حطيناها على النار عشان نشوحها، حطينا معاها نص معلقة صلصة من اللي احنا كنا مخزنينها وبصلاية، وهنحط معلقة فلفل صغيرة عليها، ونحط الملح بتاعها ونغطيها عشان تتشوح زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي حطيت الفلفل ماشي، وهنحط لها الملح والبهارات بتاعتها وكل حاجة. زي ما حضراتكم كده شايفين هنقفل عليها، نغطي عليها. ونيجي دلوقتي طبعا جنبها هنعمل الشربات بتاع الكنافة. عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية أو كوباية ونص مية، ونحطهم على النار يغلوا، ومعلقة جلوكوز. مفيش جلوكوز نحط معلقة عسل أبيض بدلها، بس معلقة كبيرة حلو توصي شوية بالمعلقة ماشي، ونحطهم على النار. ده الفراخ بعد ما شوحناها نزلت المية بتاعتها، نكون غاليين مية نحط المية كده ونسيبها. طبعا لما المية تكون مغلية ما بتاخدش وقت كبير على النار، بنسيبها تستوي، بتاخد مثلا من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير. ده الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده، ده حطينا هنغطيها ونسيبها تستوي. بنكون محضرين في حلة تانية بصلاية مقطعينها ومعلقة سمنة دي للوبيا، ونحطها على النار ونقلبها لغاية لما تتحمر. طبعا انا عارفة ان انتوا شاطرين ما شاء الله عليكم وكويسين، واي حد عنده سؤال يبعته في الكومنت وانا ارد عليه. دي الصلصة اللي انا كنت مخزناها زي ما حضراتكم شايفين، طلعتها. اسهل حاجة ان احنا نعمل الصلصة ونحطها في التلاجة زي ما حضراتكم شايفين حامرة ازاي، جميلة سهل عليكم كل حاجة. طلعوها تسيح تروح عاملين. بعد ما ساحت بنحطها على البصل زي ما حضراتكم شايفين البصلة احمرت كده، بنحط الصلصة عليها. تبقى اساسا الصلصة متسبكة اساسا، فبنحطها ما بتاخدش وقت على النار، ونقلب ونحط الملح بتاعنا والفلفل والبهارات بتاعتنا اللي انتوا عايزينها، ونغطي. الفراخ طبعا استوت ما خدتش وقت كبير، فبنجيب حبة صلصة من اللي احنا عاملينهم وندهنها بيها ونحطهم في الفرن عشان تحمر. بتدي لون جميل وتدي شكل جميل جدا واولادك هيحبوه. نرجع تاني لللوبيا بعد ما التقلية بتاعتنا اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين. هي متاخدش وقت اساسا عشان هي اساسا الصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها متسبكة. بنحط لها الشوربة بتاعتنا بتاعت الفراخ، شوربة لحمة. مش عايزين تحطوا شوربة وعايزين تحطوا مية مفيش مشكلة عادي خالص. بنزود زي ما حضراتكم شايفين كده، وهي اساسا شوربة عشان بتغلي. ف هتشوفوا زي ما حضراتكم شايفين كده هنحط لها اللوبيا على طول، ان كده كده اساسا الشوربة بتاعتنا بتغلي، فلما حطيناها على التانية هي غليت على طول. تحط المعيار بتاعك اللي انت عايزاه من الشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقلب ونحط اللوبيا زي ما حضراتكم شايفين كده. حطينا اللوبيا بنقلب اللوبيا بالصلصة ونسيبها تستوي. طبعا اللوبيا دي انا كنت نقعاها ومسوياها قبل ما تعمل. ونجيب الكنافة زي ما حضراتكم شايفين كده، انا كنت حطاها في الفريزر. هنجيبها ونقطعها في قطع صغيرة ماشي، نفرفتها من بعضها، نفكها من بعضها خالص من الفريزر. بعد ما نفكها من بعضها هنحط عليها كوباية سمنة سايحة ومع 3 معالق سكر، ونقلبهم في بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. انا قلبتها، وهنجيب صينية مدهونة
ونروح حاطين فيها نص المقدار ده في الصينية. يعني الصينية الوسط اللي عندك، مش الكبيرة خالص، اللي أصغر منها حاجة بسيطة، ونحط فيها نص المقدار ونفرده زي ما حضراتكم شايفين كده. نكون محضرين مكسرات نفردها في النص الصينية كده. المكسرات، أي مكسرات عندك بقى، جوز الهند، زبيب، سوداني، عين جمل، أي حاجة عندك بتروحي فردها فيها. وتجيبي النص المقدار التاني بعد ما حضرتك عملتيها فرشتيها كده، تجيبي نص المقدار التاني من الكنافة ونروح فردنا عليها. بعد ما نفردها نكبس عليها، يعني ندوس عليها عشان ما تفكش من بعضها. ونكون مسخنين الفرن على درجة نار عالية ونحطها فيها. وهنا هنعمل الشعرية. بعد ما حطينا الرز، الشعرية والسمنة أو زيت، أنا بحبه الصراحة الرز بالزيت، ونحمر السمنة. وده شكل الفراخ بعد ما طلعت متحمرة. بصراحة شكلها جميل وعجباني أوي التاكل. ده شكل الشعرية بعد ما اتحمرت. نحط لها الرز ونقلب الرز مع الشعرية يعني 5 دقايق بالظبط. ونحط لها، عايزين تحطوا لها شوربة حطوا لها، عايزين تحطوا لها مية تحطوا لها براحتكم اللي انتوا عايزينه. تحطوا لها الملح وتسيبوه لغاية لما يتشرب من المية بتاعته وتحطوا عليه يستوي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنجيب مية سخنة ونحطها فوق الرز بحاجة بسيطة عشان ما يعجنش منه. وبعد ما يتشرب على طول تروحوا موطين عليه عشان يستوي براحته. ونيجي بقى للفراخ بعد ما عملناها. دي شكلها وطعمها تحفة جدا. يا ريت يا جماعة تجربوا الطريقة بتاعتي دي، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. ده ابني الصغير بيقول لكم كنافة جميلة وطعمها جميل، وبيقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وده الشكل النهائي للأكل بتاعنا، الفراخ المشوية أو الفراخ مسلوقة محمرة ولوبيا ورز بشعرية وشرب. يا رب إن شاء الله بإذن الله يعجبكم الأكل ويكون دي خفيفة عليكم بإذن الله.